إيه مدى الأسباب أو مدى حبك لسيادة النائب أحمد بيه الدربي؟ وإنت من فين ومن أي قرية؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هجاوبكم على جميع الأسئلة. في ناس كتير عاوزة تعرف أنا من قرية إيه ومدى حبي لسيادة النائب أحمد بيه الدربي. أولا معكم بيومة أبو العمدي من قرية الحبيلات الشرقية، عائلة الحزينية. الحمد لله عندي ما يكفيني، مش محتاج حاجة. أنا أول مرة أطلع لنايب وأديله وأفرغ طاقتي في الحب والمحبة، ولكن بيت الضرابي وأهلينا في سمهود يخليني أطلع لسيادة النائب أحمد بيه الدربي على المحبة من الآباء. كان أبوه عليه رحمة الله النائب الراحل سيادة النائب مصطفى الدربي. كان محبته مع أبويا العمدة أبو توشة عبد الباسط، كان محبته مع خالي النائب فاروق محمد عبد الرازق. يعني المحبة أتت من الآباء والخوال، فاحنا أرثناها منهم. طب انت ليه بتعمل مع أحمد الدربي كده؟ هل أحمد الدربي يعني مديك أموال؟ هو اللي جاي لك كده؟ هو اللي مخليك تيجي من بلد تاني وتعمل كده؟ أقول لكم قسما بجلالة الله اللي يتهز له 7 سماوات، أحمد الدربي أو سيادة النائب أحمد الدربي ما شافني غير 3 مرات، اللي هي أول مرة إحنا رحنا له سمهود، والمرة الثانية لما جاء عندنا في الدوار، وادي المرة الثانية لما كان المؤتمر شغال. أدي علاقتي مع سيادة النائب أحمد بيه الدربي. واعتبر المرة الرابعة لما جاء أخوه سيادة اللواء خالد مصطفى الدربي. فلا أطول عليكم الحديث. ففي ناس كثيرة بتسأل أنت إيه مدى علاقتك ومحبتك مع سيادة النائب أحمد بيه الدربي؟ هي دي العلاقة، علاقة محبة من الآباء والخوال، علاقة محبة أرثناها من آبائنا وخوالنا، فاحنا على العهد بقوم. زي ما أنا جاوبت على جميع الأسئلة، نفسي أهالينا وناسنا في مركز أبو تشت وفرشوط وقرى مركز أبو تشت وفرشوط، أتمنى في ناس تعرفني وفي ناس ما تعرفنيش. أتمنى إنه الصوت يبقى موحد لسيادة النائب أحمد بيه الدربي. أتمنى نكون على العهد بقون. أتمنى تكون كلمتنا كلمة راجل. قدامنا 48 ساعة بالضبط وتبدأ رحلة الانتخابات. النهاردة الأربع بدأت رحلة الانتخابات في الخليج والخارج. علينا إن شاء الله السبت لحد في قرى مركز أبو تشت وفرشوط ومركز أبو تشت وفرشوط. علينا إنه نوقف مع الراجل ده لعدة أسباب. إحنا نوقف معاه ونساعدوه. عدة أسباب. إنه راجل لا تكلم في قبليه ولا تكلم أنا من عيلة فلان، وأنا كررت الكلام ده وقلته. أتمنى إنه الكلمة واحد، أتمنى إنه يكون رأي واحد، أتمنى إنه يكون المشاركة واحد. أنا لا أطيل عليكم الحديث، ولكن أنا عرفتكم إيه مدى الأسباب اللي خلتني أتفق وأيد سيادة النائب أحمد بيه الدربي. هذه اللي خلاني اتفقت معاه وأيدت رأيي معاه.
وعرفتكم انا منين ومن قرية ايه، ولكن الحمد لله احنا معاه، وان شاء الله يحالف الحظ، وان شاء الله ينجح، وهنوقف معاه وكل قلوبنا. وبالله عليكم، بالله عليكم، وهو وعدني انه ان شاء الله لو نجح في الانتخابات هيعمل لمركز ابو تشت وفرشور، وهيعمل لقرى مركز ابو تشت وفرشور. وهو وعدني وعد شديد، وقالوا اكتر من مره، وان شاء الله بفضل الله هيجمعني حواري معاه. ان شاء الله لو نجح في الانتخابات هروح له، هعمل فيديو معاه، وهاخد منه الوعد انه ما ياخدش على لسان ناس كتيري انه هياخد الكرسي يا بيومي ويمشي ويروح القارة. ولكن انا اعدكم انه احمد بيه الدربي سيادة النائب قاعد وسطيني في مركز ابو تشت وقرى مركز ابو تشت، وبيقول لا للقبلية ولا للتعصب، انا من الناس، والناس اللي عاوزاه انا هعمله، وهعمل لمركز ابو تشت وفرشور وقرى مركز ابو تشت وفرشور. انا جاي اخذ فترتي الانتخابيه اعمل لمركز، عندي طموحات وعندي عهود انه اعمل لمركز ابو تشت وفرشور، وانا متاكد انه هيعمل لمركز ابو تشت وفرشور. فان شاء الله انا هاخد بعد ما ينجح ان شاء الله هروح واعمل معاه فيديو، وهاخد منه العهد والوعد ان شاء الله.